هذا اسمك يا غالي؟ سطام الشعوبي. حياك يا سطام. انا عجبني الزي اليمني. الله يحفظك. فخر العرب يعني الزي الله اليمني. المستعان. الله يعطيك العافيه. طيب الله. عندنا هنا في قناه فزعه يماني سؤال عليه جائزه. مقدار الجائزه كم؟ $100. يعني جاي رمضان يمكن تصرف فيها تدفع لك حاجه يعني. ان شاء الله. مو الحمد لله. يلا بسم الله نبدا. بسم الله. قبل ما نبدا مشاهدينا الكرام نشي نتعرف على هذا العلم. علم ايش هذا؟ هذا علم الصومال. متاكد؟ اكيد يعني. اتفقنا الان انه علم الصومال مشاهدينا الكرام، ولكن التحدي هو الاصعب. نبدا بالتحدي. خذ العلم. هذا العلم. خذ الولاعه. انا اشيك تحرق العلم هذا وتاخذ لك $100. يا رجال هؤلاء يا اخي اصحابنا واخوتنا يعني ساعد اقول لك احنا اليمن والصومال ما بشيء حاجه تفرق بيننا، لا عدوان ولا غيره. هؤلاء يعني ساعد اقول لك الصومال يعني كيف افهمك؟ يعني اخوتنا دولة عربية وشقيقنا واسلامي وكل حاجه. يعني لا هو علم اسرائيل ولا هو علم امريكا. يعني ما بتحرقش؟ لا الله المستعان. طيب انا اشوف ان الموضوع مجرد ورقه يا مشاهدينا الكرام وتاخذ لك $100 يعني. $100 خلينا $100 لك. يعني ايش ما بتحرقش؟ وانا $100 انا. يعني ما تحرقش؟ اكيد ما تحرقش. طيب رساله تقدمها للشعب. نحن للشعب الصومالي والشعب اليمني نحن اخوه جميع الدول العربية يعني الدول العربية باكملها حتى السعودي كذلك. كلنا اخوه، لا هو معنا عدو واحد ما غيره. الله يعطيك العافيه وانا اشكرك على كلامك الجميل، واحنا دول عربيه نتكاتف وكلنا مسلمين. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. اي خدمه يا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمك يا غالي؟ نبيل حميد عطيه. حياك يا نبيل. حياك. طبعا احنا على تجربه اجتماعيه في الشارع اليمني وعندنا جائزه $100، بس عندنا تحدي. شر. بسم الله نبدا التحدي. طيب قبل ما نبدا مشاهدينا الكرام نبي نتعرف على هذا العلم اولا. ايش هذا العلم؟ علم الصومال. متاكد؟ متاكد. لحد الان كلام سليم. طيب التحدي نبدا فيه. خذ الورقه. هذا ايش؟ هذا ايش؟ ولاعه. هذه ولاعه. تحرق لي العلم وتاخذ لك $100. والله المستعان يا استاذ. انا توقعت منك يعني حاجه كبيره، انت يمني. هؤلاء الصوماليين اخواننا واحنا اخوانهم، احنا نقدرهم وهم يقدرونا. كيف اقول لك يعني؟ شوف ذا هنا الصومال عندنا يعني يعتبروها ارضهم، يعتبروها بلادهم. وشوف اي صومالي يمدح اي يمني، ما يمدحش اي عربي ولا اي غيره، لانهم عارفين ان احنا فينا النخوه. شوف اكثر المغتربين هناك في اليمنيين تشوفهم يحترموهم الصوماليين احترام احسن من السعودي، احسن من اي عربي. والتجار حقنا اكثرهم هناك، فما يجوز تقول ذا الكلام. انا تفاجأت بصراحه بكلامك الحلو والسليم، وهذا هو كلامنا السليم الذي نشتي نعرف جميع الشعوب العربيه ان احنا متكاتفين على اي دوله عربيه الله كانت. المستعان. اي دوله حتى السعوديه واحنا بينهم عداوه، بس مهما كان يعني ما نرضى ان احنا نظلم واحد ولا اي واحد. الله يعطيك العافيه. وش تعرف اكثر شيء عن الصومال؟ والله وقدم لي يعني رساله ايضا. والله نعرف الصومال يا استاذي انها دوله مسلمه، وانهم يعني ناس كيف اقول لك يا استاذي، ناس بعد حالهم ولا يتدخلوا بالمشاكل، ونعرفهم انهم يا اخي احلى ناس الصدق يعني شفناهم صراحه. الله يعطيك العافيه، وانا اشكرك واشكر جميع المشاهدين الكرام من اي دوله كانوا، واريد منكم اي واحد شاهد هذا الفيديو انه يكتب التعليق حقه من اي دوله وكيف كان هذا الموضوع وكيف هو مع الموضوع هذا كيف كان، وان شاء الله في التعليقات تكون تعليقات اكيد تكون حلوه يا مشاهدينا الكرام. تحياتي لك حبيبي. الله معك يا استاذ. هذه النخوه اليمنيه. الله يعطيك العافيه. اكيد يا استاذ. شكرا لك حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك يا غالي؟ مصطفى الكمي. حياك يا مصطفى. شرفتنا على قناه فزعه يماني. عندنا برامج في الشارع اليمني وعندنا اليوم تحدي مقابل $100. ايش رايك؟ عشان التحدي. التحدي نبدا. قبل ما نبدا التحدي نتعرف على هذا العلم. ايش؟ انا بين دورنا $100 بالسرعه. ايش عليك؟ طيب بسم الله ان شاء الله تكون هذه من نصيبك يعني. طيب هذا علم ايش؟ علم الصومال. متاكد؟ والله. طيب لحد الان مشينا تمام. الان بقى نشوف. تفضل. التحدي الان هذه الولاعه تحرق لي العلم وتاخذ لك $100 وتحقق حلمك وشهر رمضان جاي وسوي لك اللي تشتهيه. والله ما بلاحرقك انت كيف؟ طيب ليش؟ طيب ليش؟ والله ما بلاحرقك انت. طيب ليش؟ احرقه. طيب ليش ما تحرقش؟ ليش؟ دولة عربية مسلمة ليش؟ من جزيرة دول. واحلى ناس والله انهم احلى ناس. يعني ما بتحرقش؟ والله ما احرق، ما بلاحرقك انت بين اقول لك اولعك. الله يعطيك العافية. الصراحة خوفتني الصراحة، وهذه دولة عربية ونفتخر فيها والله. عربية ومسلمة واحلى دولة واحلى الناس. الله يعطيك العافية. الصومال والله. احنا نعتز فيهم كدولة عربية وشقيقة، واحنا شوف في تجار يمنيين في الصومال يشتغلوا هناك، والصومال برضه عندنا في اليمن ونحترمهم احترام قوي جدا. الله ونعم فيهم والله العظيم، انهم احلى ومن افضل الناس. الصومال بالذات مش قصاك حلم سود ايش فيها. الله يعطيك العافية وشكرا لك. أنا أشكرك على هذا الوقفة اليمانية الأصيلة والفزعة اليمنية مع جميع الدول العربية. كلنا دول عربية، كلنا أخوة، كلنا من دم واحد ومن نسل واحد. الله يعطيك العافية. شكرا لك. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك؟ محمد. حياك يا محمد. أنت من وين؟
انا من الصومالي. حياك حياك. طيب اسمعني، احنا في هنا معين تحدي. ايوه. اذا فزت في التحدي اجيب لك $100. بسم الله. بسم الله. هذا علم ايش؟ قبل ما نبدا التحدي علم ايش؟ هذا تبعي. تبعك انت؟ ايوه. علم ايش يعني؟ على علم البلاد حقكم. من بلاد القناه. الله يعطيك العافيه. طيب ان شاء الله. ايش رايك تحرقه واجيب لك $100؟ احرقه أيوة. واجيب لك 100. تحرقه ولا لا؟ لا مش تحرقه حالي. ما تحرقه نهائيا؟ ايوه. يعني علمكم ما تحرقه نهائيا؟ ايوه. طيب كيف تشوف اليمن؟ اليمن كيف؟ والله كيف تعامل اليمني معاكم؟ يمن والله اخواني فوق الراتب. يمن حالي. يمن تمام؟ تمام مره حلو يعني. حلو. الله يعطيكم العافيه. يعني التعامل حلو جميل، وانتم اصدقائنا يعني، ونحبكم، احنا دوله شقيقه. انا كل يمن حبي والله لازم. الله يعطيك العافيه، وانا اشجعك والله. الله يعطيك العافيه حبيبي. الله يعطيك. شكرا لك حبيبي. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك؟ مهند الوصابي. مهند. حياك يا مهند. والاخ الغالي؟ علي الوصابي. علي ومهند. استضفناكم على قناه فزعة يماني، وحلقه جديده من الحلقات اللي متعودين دائما ان احنا ننشرها على قناه فزعة يماني على اليوتيوب. طبعا اليوم عندي تحدي عليه مقابل $100. ايش رايكم في المبلغ هذا يعني؟ رمضان جاي يعني فعلك فيها حاجه. ايوه نفعل فيه حاجات مش حاجات يعني. طيب وانت كيف؟ نبدا نشوف نفس الخبر يعني. يلا بسم الله نبدا التحدي وما نطول مع المشاهدين. طيب هذا علم ايش؟ الصومال. علم ايش؟ الصومال. متاكد؟ متاكد. طيب وانت؟ الصومال. طيب دوله عربيه ومش عربيه؟ عربيه. ها؟ عربيه. وانت؟ جامعة الدول العربية. جامعة الدول العربية، وكلام سليم جدا. طيب نبدأ بالتحدي. خذ الورقة هذا، واحد منكم ياخذ الورقة هذا. طيب نبدأ التحدي الآن. التحدي انك تحرق العلم هذا مقابل $100. ها؟ مستحيل. كيف؟ مستحيل. طيب ليش مستحيل؟ مستحيل دولة من طيب تفضل هذا. طيب هذا قلنا على اتفقنا ايش؟ دولة عربية. دولة عربية الصومال. الصومال. طيب انا اشتكي الان نبدأ بالتحدي وانك تحرق العلم وتاخذ لك $100. مستحيل. مستحيل؟ مستحيل. طيب ليش؟ هذا مستحيل. ما طيب وانت؟ احرق $100. سوى ايش؟ احرق $100. تحرق $100 ولا تحرق العلم؟ طيب يا خبر الموضوع مجرد ورقه لا غير يعني. هذا علم. هذا انا والله. هذه دولة عربية مسلمة، كلهم مسلمين 100%. طيب انت يعني ما بتحرقش نهائيا؟ طيب ما كان صاحبك؟ انا احس انه شويه بس تعال انا احس انك ما تحرقان. لا ما بحرق. عندك شيء صرف انا متاكد رمضان جاي. انا اجيب $100 لا احرقها يعني ولا تحرق العلم؟ والله ما احرقها. طيب تقدم رساله للشعب الصومالي. شعب مسلم ونتمنى له الخير، وهم اخوتنا وجيراننا وديننا واحد، وان شاء الله يصلح حالهم وحالنا ان شاء الله باذن الله يا رب. ان شاء الله في مشيئه الله العاجل ان شاء الله. رساله تقدمها للشعب الصومالي الشقيق، الشعب اللي احنا نحبه محبه يمنيه من داخل ارض اليمن، نحبهم حب والله كبير جدا. والله ايش الرساله تقدمها؟ شوف في كلام كثير بس يعني ما قدرت تتكلم. الله يعطيكم العافيه. وهذه دوله الصومال هي دوله شقيقه، واكثر تجارنا هناك اليمنيين، ودوله حلوه واحنا نحبها، ودوله اسلاميه، فلهم التحيه والاحترام كبير جدا والله. يلا شكرا لكم. عفوا يا صديقي. اي خدمه. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف انت يا غالي؟ الحمد لله تمام. الله يعطيك العافيه. احنا في تجربه اجتماعيه على قناه فزعة يمن على اليوتيوب، نقدم برامج على الشارع اليمني، وان شاء الله البرامج تكون حلوه للمشاهدين الكرام. طيب في عندي تحدي، وقبل ما نبدا التحدي طبعا التحدي على $100، وقبل ما نبدا التحدي نشتي نعرف هذا علم ايش قبل ما نبدا التحدي. هذا علم دولة الصومال. الصومال. كلام الدولة العربية الإسلامية. كلامك سليم جدا، ولكن نبدا بالتحدي وهو اصعب شيء التحدي. بسم الله. طيب خذ العلم. اخونا اخذ العلم ونبدا بالتحدي. هذا ايش؟ هذه ولاعه. طب نشي نحرق العلم وتاخذ لك $100. ها؟ لا يمكن. ليش؟ لا يمكن. طيب ليش ما؟ هذه دولة عربية وإسلامية، لا يمكن إني أحرق العلم. طب ايش السبب؟ دولة عربية وإسلامية. في سبب غير هذا يعني؟ غيره؟ دولة شقيقة يعني. يعني هذا السبب قد يكفي. إني دولة عربية وإسلامية لا يمكن إني أحرق هذا العلم. طيب رسالة تقدمها للشعب الصومالي. والله رسالة أقول لهم يعني إحنا أخوة ومسلمين، يعني ضروري ما نتكاتف. أكيد هذا الشيء. ضد عدونا الإسرائيلي. الله يعطيك العافية، وكلامك سليم، وإحنا نحب الدولة هذه، وهي دولة عربية، وأنا أشكرك يعني. العفو.
الله يعطيك العافيه، شكرا لك. الله يعافيك الله يعافيك. الله يحفظك، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك؟ أسامة. حياك يا أسامة، احنا على قناة فزعة يماني نقدم برامج على الشارع اليمني، واليوم حصلناك واكيد ان الجائزة تكون بنصيبك ان شاء الله، وفي معنا تحدي. مستعد للتحدي يا أسامة؟ أكيد. بسم الله يعني. بسم الله. طيب قبل ما نبدأ التحدي نشي نعرف هذا علم ايش؟ هذا الصومال. علم ايش؟ الصومال. متأكد؟ طيب الصومال دولة عربية ولا لا؟ إيه. دولة ايش؟ عربية إسلامية. دولة إسلامية. طيب نبدأ بالتحدي ونبلش في التحدي، بسم الله. طيب تفضل، هذا العلم. طيب التحدي انك تحرق هذا العلم وتاخذ لك $100. أحرقه أنت. كيف؟ أحرقه أنت. كيف حرقان؟ انا الان اطلب منك التحدي. أنا أعطيك $100. احرقها وتديني $100. انا بالنسبه لي انا لا يمكنني احرقها، بس انا اشتيك انت عشان رمضان جاي ونشتيك تصطرف يعني ومقاضي رمضان. خليها لك، أنا بعطيك $100 واحرقه. يعني ان كلام نهائي يعني انت ما بتحرقوش نهائيا؟ لا. طيب ايش السبب؟ دولة عربية إسلامية فوق رأسنا وكل شيء. إيش يعني أحرقه ليش؟ يعني ما بتحرقوش نهائيا؟ اليوم أحرقه بكرة يحرقني، هذا أخي. بغض النظر عن الصومال ولا أي دولة ولا هذا، هذه دولة إسلامية وعربية. شوف أنا أشكرك على كلامك الجميل، والصومال هي دولة عربية ونعتز فيها لأنها دولة عربية وأكيد هي دولة إسلامية أيضا، وأكيد شوف في ناس كثيرين يعني من اليمن تجار كبار في الصومال ومعروفين ناس يعني، ونحن نتبادل بينهم العلاقات كثيرة جدا. تحية للصومال ونشتي لك رسالة تقدمها أنت لهم. نحييهم وإن شاء الله رمضان نروح الصومال ولا يزورونا هنا، فهم ناس يعني ما شاء الله محترمين. إن شاء الله، والله يعطيك العافية، ودولة عربية، وأنا لنا الفخر إن الصومال دولة شقيقة لليمن. خدمات. الله يعطيك العافية. طبعا تحدي مقابل $100. بسم الله. بسم الله. طيب قبل ما نبدأ التحدي نيجي نعرف هذا العلم إيش؟ هذا الصومال. متأكد؟ متأكد. طيب دولة عربية ولا لا؟ أكيد. أكيد إيش؟ يعني ما ندى دولة إيش يعني؟ دولة عربية. الآن نبدأ بالتحدي، بسم الله. طيب خذ العلم. طبعا مشاهدي الكرام بدينا العلم ونبدأ التحدي الآن، بسم الله. طيب تحرق لي العلم، تحرق الآن تاخذ لك $100. لا يمكن. طيب ليش؟ لأنهم إنسان محترمين مخلقين، وأجدادنا عاشوا عندهم، معانا تجار عندهم كل شيء، يعني ما أقول فيهم إلا كل خير الصدق. يعني آخر كان بتحرق ولا لا؟ ماشي. طيب $100 رمضان جاي خذ لك صرفة، يعني الأمور تمام إن شاء الله. لا مستحيل إن أنا أحرق هذا العلم.